دايما الشعب المصري لما بيجي يدور على عربيه بيدور على ثلاث حاجات. اول حاجه شكل العربيه والاداء، وكمان اعتماديه العربيه وماركه العربيه معروفه ولا لا. انا النهارده معايا عربيه بتجمع بين الثلاث حاجات دول، كوبرا ترمار 2025 الجديده. تعالوا النهارده نشوف العربيه دي فعلا حلوه ولا لا، وتناسب الشعب المصري ولا لا. قبل ما الكوبرا ترمار 2025 تنزل كان بياخد مكانها الكوبرا فورمنتور. كانت عربيه برضو رياضيه وجامده جدا والشعب المصري كله كان بيحبها. دلوقتي بقى نيجي على الكوبرا ترمار اللي معانا دلوقتي. بصوا تصميم فوانيس شكله حلو كده وفيه مثلثات، ودي في نفس الوقت اشاره، في نفس الوقت داي تايم راننج لايتس شكلها حلو قوي. وهنا بصوا لوجو الكوبرا النحاسي. وبصوا هنا فوج لايتس موجوده كده بتنفيخات حلوه في الاكسدام، وهنا حتى فتحات تهويه للكاوتش والفرامل. بصوا الشبكه دي شكلها شيك قوي، ويعني شبه اللامبورجيني اورس في الشبكه دي، شكلها حلو قوي. وهنا بصوا الكاميرا، العربيه فيها كاميرا 360 طبعا، وفيها كل عوامل الامان اللي ممكن تتخيلها في العربيه. وبصوا فوق في كاميرا كده بتراقب الطريق لو العربيه تمشي ليبكن اسيست او كده، بس متهيألي ما استخدمهاش في مصر خالص. الزنوط الاماميه 255 45 9 اشارات، زنوط 9 اشارات صباح البلالين، بس ما علينا، انت جاي عربيه تدلع بيها. بصوا الجنط شكله حلو بالتو تون، بس كده الوانه مط شويه، شكلها حلو برده. وهنا في لوجو كوبرا بيتحط، بس عشان هو لسه في معرض فما اتحطتش عليها. وهنا الكاليبر بصوا، ديسكات امامي وخلفي، افرامل ممتازه ما فيهاش اي مشاكل. وبصوا هنا المرايه فيها اشارات ال اي دي هنا في الجزء ده، وفاتحه شويه عن لون العربيه، شكلها مختلف شويه بس شكلها حلو. والكاميرا والمرايه طبعا فيها كاميرا 360 عشان نظام 360 يبقى سلس في العربيه، فهنا في كاميرا. وروف راك كانه بلاك شكله شيك، مش مؤثر على شكل العربيه خالص، شكله حلو، مديها شكل انطباع رياضي جدا. ونسيت اقول لكم البيبان كيلس انتري، يعني مش هتحتاج انك تفتح كل مره. كاوتش الخلفي 255 45 19 زي اللي قدام برده، مفيش اي اختلاف فيه، شكله حلو. ونسيت اقول لكم الكاوتش هانكوك، الماركه دي ممتازه للسباقات والجري في العربيه، فهيديك ثبات كويس جدا، في نفس الوقت جريب كويسه على الطريق. وصل الحته دي شكلها حلو، الحته دي شكلها رياضي وشكلها جميل جدا، مفيش اي كلام يتقال عليها. فوانيس العربيه خلفيه بصوا الليد بار طويل ازاي، والكوبرا دي بتنور، يعني معموله كده بشكل 3 دي جوه، شكله حلو قوي. وهنا الكوبرا برده بالنحاسي، محتفظين بالكوبرا دي بالنحاسي في كذا حته في العربيه. والديفيوزر للاسف ديفيوزر فيك، يعني الديفيوزر كله فيك للاسف، ودي حاجه تعيب العربيه لان دي المفروض بتاعت سباقات وكده وجري، فازاي مفيش فتحات شكمان ظاهره. هما في فتحتين شكمان هنا بس هما للاسف مستخبيين ورا العربيه. تعالوا نشوف هنا. بصوا الانوار مكتوب عليها ترمار من الجزء ده، شكلها حلو على اسم العربيه. فيها برضو نفس المثلثات الموجوده زي العربيه، زي وجه الامامي العربيه، شكلها حلو. وفي هنا انتجريتد سبويلر ما بيتحركش، هو ثابت هنا وشكله حلو برضو، لذيذ مش وحش، بيديها برضو كده سبورتنس وشكلها حلو من ورا. وهنا على العواكس اللي في الجنب، كانت دي لو كانت فتحات تهويه كانت هتبقى احلى بكتير، بس هم خلوها كده ثابته في العربيه. قلت اوريكم كده. بصوا مثلثات 3 دي اللي جوه، في كذا مثلثات كده شكلها 3 دي حلو قوي. وهنا لوجو كوبرا 3 دي، بصوا شكله شيك قوي، معمول بالطريقه كانه 3 دي، حلو قوي الحركه دي. دلوقتي هوريكم الانوار الاماميه للعربيه. بصوا ال اي دي برده شكلها حلو قوي، بصوا برده 3 دي كده وفيها شكل جميل قوي. اوريكم دي الاشاره كده من غير اشاره، شكلها حلو الصراحه. زي ما انتم عارفين سيات وكوبرا انفصلوا عن بعض، فكل واحده بتعمل عربيات منفصله لوحدها. فالكوبرا الترمار من العربيات المنفصله عن سيات، هي مش تبعها خالص. الموتور زي ما انتم شايفين، بصوا على مساعد واحد كبير زي ما انتم شايفين، وهنا الموتور مصفح ومقفول من تحت وفي عزل حراري ممتاز. الموتور ده اقل موتور في كوبرا، وهو 1400 تربو 4 سلندر تربو زي ما انتم عارفين، بيخرج 150 حصان 250 نيوتن متر، متوصل على 7 سرعات. موتور اعتمادي جدا ومتجربينه في التيجوان وفي عربيات كتير جدا. موتور متجرب كتير من الاخر، فانت مش يعني مش هتقعد كتير عشان تاخد عليه او تقلق ان هو من الاعتماديه بتاعته، فهو موتور اعتمادي جدا واتقدم في عربيات كتير قبل كده، مش اول موتور نجربه. وموتور الكوبرا ترمار دفع امامي عشان تبقوا عارفين، مش دفع خلفي. فهل يا ترى عشان العربيه اداء حلو وعربيه رياضيه وبتديك اداء رياضي، فهل العربيه دي شنطتها صغيره؟ تعالوا نشوف. بتهيألي شنطتها مش هتبقى صغيره، 540 لتر ده شنطه يعني مساحه كويسه جدا. الشنطه بتفتح وتقفل كهرباء، الزرار اللي هنا. هناك الكاميرا زي ما انتم شايفين، مساحه يعني كويسه جدا وتكفي عيله مرتاحه يعني. هنا في مساحات في الجنب تخزين، الجنطه الاحتياطي ومع العده بتاعته كامله موجوده، مفيش اي مشكله. وهنا في تنزيل كراسي، في شاله تنزيل زرار تنزيل كراسي من هنا،
بس ممكن تنزلها من جوه العربيه، في كده دراع بتشده وبينزل الكراسي. بص النهار بتشتغل تقريبا شويه لما تفتح الشنطه، تقفل الكهرباء برضو الزرار اللي هنا. وانا في رف نسيت اوريه لكم، بس هي اهم حاجه ان انت تفتح تقفل الكهرباء، ودي حاجه كويسه جدا. العربيه من جوه مريحه جدا، والجلد بتاعها برضو مريح وجميل قوي الصراحه. وهنا في مسند، بس في 2 كاب هولدرز ممكن تسند عليه هنا، حلو قوي. وبصوا يعني الهيد روم معقوله حلوه، هيد روم كويسه، وبرده هنا ممتازه الحته دي، فيها كده داخله زي ما انتم شايفين عشان تدخل ركبك من هنا، ما يضايقكش الكرسي اللي قدامك. والكرسي ده راجع ورا القايم بقدر كافي جدا وكويس جدا، يعني هو مش مضايقني خالص، قاعد مرتاح جوه. هنا نفق الفتيس كبير كبير شويه، يعني هو طالع بارز شويه. هنا في 2 يو اس بي سي، وهنا التحكم من التكييف ده بيشتغل بتنقص وبلس وماينس من هنا، وفتحتين التكييف اهي. وعليها برده كده النحاسي، هو تاتش النحاسي ده في كل العربيه عشان دي كوبرا يعني، ومساحات جوه ممتازه. وبص الحته النحاسي دي برده الباكت سيتس وشكلها حلو قوي. هي بس انتقادي الوحيد في الباب من فوق، الحته دي كلها بلاستيك، يعني مفيش اي عربيه دي برده مش رخيصه، فالحته دي ما ينفعش تكون موجوده. هي الحته دي ماشي طريه جلد، وهنا في امبيانت لايت. وبصوا هنا الاوكرا نحاسي ازاي شكلها حلو قوي، وطايره كده بره حته منها في الاوكرا شكلها حلو قوي، والسماعه جنبها. والحته دي بلاستيك، والمسند جلد، شكله كده لونه غريب شويه، زي ما تقول لون كده بتنجاني شويه، شكله حلو. وهنا برده بلاستيك تحت، بس ده عادي يعني، وازازه ممكن تاخد ازازه لتر كويسه جدا. فتحه البانوراما مش مكمله للاخر قوي، هي بانوراما بس مش مكمله للاخر قوي عشان الراس تبقى كويسه، مساحه الراس تبقى كويسه. وبصوا هنا في انوار ال اي دي بتعمل بالتاتش. بس قبل ما نخش على الانتيريور حبيت اوريكم مفتاح الشيك ده، بصوا مفتاح كله شياكه وبرستيج كده، شكله حلو قوي. هنا كوبرا، وهنا بصوا الفتح والقفل والشنطه، شكله حلو قوي الصراحه، مفيش غلطه في المفتاح ده. تحطه في كاب هولدرز اللي هنا، ان في هنا وايرلس ممكن تقريبا تشحنهم من هنا. هنا في وايرلس تشارجر، واثنين يو اس بي سي في الجزء ده. وهنا الاشاره والاي اس بي اون واوف والفتح والقفل، فرامل الكهرباء، واوتو هولد هنا. هنا في مسند، في مخرج 12 فولت، وفي تبريد برضو. وهنا بصوا التكييف بالنحاسي شكله حلو قوي. وهنا في بادل شيفترز في الطاره، دي حاجه مميزه. وفي برضو اوبشن حلو قوي عايز اوريه لكم، بصوا بدوس اشاره امبيانت لايت بينور، شكلها لطيف قوي الحركه دي. وهنا ستارت ستوب موجوده هنا، شكلها حلو قوي الحركه دي، ستارت ستوب هنا. وهنا كوبرا، بتدوس كوبرا اللي هنا ده بيديك اقصى اداء للعربيه، وبيدخلك في سبورت بلس اقصى حاجه. والطاره الكوبرا بصوا بالجلد كده، واحساسها حلو قوي العربيه دي، شكلها حلو قوي الصراحه. وهنا بادل شيفترز 7 سرعات، وفتيس موجود في الجزء ده 7 سرعات هنا اهو. هنا بي بيتعمل كده زي البكر. وهنا زي بادل شيفترز زي ما قلت لكم. سماعات العربيه سennheiser، سماعات ممتازه ما فيهاش اي كلام. ولو فتحت الباب بصوا بتنور بالاحمر ازاي من هنا، عشان تحذرك انك ما تخبطش العربيه. وهنا الشاشه بصوا عامله زي التلفزيون، كبيره جدا ما فيهاش اي انتقاد الصراحه. هنا الانوار، فتحه البانوراما انا فاتحها زي عشان بس الاضاءه، وكبيره جدا، بس هي الجزء اللي ورا ده ما بيفتحش، هي اقصى حاجه بس اللي قدام بس هي اللي بتفتح. بصوا الكراسي، كراسي عاديه كده محفوره كوبرا في الهيد ريستر، شكلها جميل قوي، كراسي ممتازه الصراحه. فيها تسخين وتسخين بس ما فيهاش تبريد للاسف، كان ناقصها تبريد. بس كراسي كهرباء الاثنين، فيها 3 ميموري، ممكن تختار ما بين 3 ميموري. بصوا هنا في برضه الحته كده النحاسي في الكرسي شكلها حلو، هو كرسي كده رياضي وباكت سيت شكله ظريف قوي الصراحه. وهنا الحته دي كده بلاستيك، هنا برضو كده طريه، الحته دي سوفت، هنا سوفت. الحته دي برضو كده شكلها حلو، معموله كده بطريقه حلوه كانها الومنيوم بس هي بلاستيك عادي. هنا الحته دي كله كده سوفت، الحته دي كلها سوفت كده. من جوه برضو سوفت، فيها هيد اب ديسبلاي نسيت اقول لكم. وهنا بص الامبيانت لايت، احلى حاجه في العربيه دي الامبيانت لايت، مميز جدا فيها لان هو مكمل في العربيه كلها وشكله حلو قوي الصراحه. بصوا العدادات شكلها رياضي وشكلها جميل جدا الصراحه، شكلها حلو قوي زي ما انتم شايفين. العربيه فيها كروز كنترول، يمكن اسيست ممكن تتحكم فيهم من هنا. دلوقتي اوريكم شاشة العربية سريعا كده، نعمل ستارت ستوب. اوريكم سريعا بس كده. هنا في كومفورت وبرفورمانس، بيرفورمانس هنا. هنا زي ما قلت لكم الدريكسيون بتعمل اعلى مود اللي هي بيرفورمانس. هنا نشوف الفيكل. هنا الهيد لايتس ممكن تتحكم فيها، اتش دي ماتريكس هيد لايتس ممكن تتحكم فيها برضو هنا. هنا في اليرتس ممكن تتحكم في السيتنجز بتاعتها. وهنا برضو كل حاجة عن الإضاءة ممكن تتحكم فيها من هنا. ونظام حلو قوي الصراحة، بصوا العربية موجودة 3 دي شكلها حلو قوي. هنا مساحات، هنا كلوزنج والاوبننج والويندوز، كل ما تلف كل ما تلاقي حاجه مختلفه. هنا التايرز، هنا الميررز والكومفورت لايت. وهنا بصوا هنا السيرفيس والتايرز. هنا بصوا درايفنج داتا، بيقولك الاستهلاك وكل حاجه. هنخرج للهوم، فيها عربيه شاشه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وفيها كل حاجه ممكن تحتاجها.
هنا درايفنج بروفايل، وهنا كوبرا اسيستنس والسيتس فيها تسخين، العربية فيها تسخين، والشاشة فيها كل حاجة ممكن تحتاجها. شاشة جميلة جدا الصراحة، فيها كل الاوبشنز انت ممكن تحتاجها، ويعني شاشة بسيطة، هي مش ملعبكة، هي حلوة جدا. هنا تحكم السيتنجز بتاعت الشاشة، فيها كل حاجة ممكن تحتاجها. وهنا بص ده كده الشورت كاتس اللي بره، شكلها حلو قوي الصراحة، شكلها لذيذ. هنا بص ممكن تحكم الكلايمت من هنا اهو، بص التكييف هنا وتعليق وتوطية الصوت، وهنا التكييف برضو، وهي ظاهر هنا شورت كات للتكييف من تحت برضو عشان بيسهل عليك كل حاجة في العربية. هنا النافيجيشن سيستم موجود من هنا. هنا تعالى نرجع للهوم تاني. هنا شفنا درايفنج بروفايل، شفنا فيكل برضو. هنا درايفنج بروفايل في انديفيديوال وبرفورمانس وكومفورت عشان تبقوا فاهمين. نسيت ان انا اوريكم دروج العربية، بصوا بيفتح سوفت. وهنا بصوا الكتالوج بتاع كوبرا، عليه لوجو كوبرا، شكله حلو قوي الصراحة. والسوفت برضو دي حاجة برضو مهمة في العربية عشان الدرج ما يرزعش جامد لما يكون متحمل بحاجات. بص هنا فتحة السقف تاتش، بتعملها كده وكده. دي بتاعت اللي هي اللي بتفتح الشباك خالص، ودي بتاعت الستارة بس، اللي هي الستارة اللي هي الأمامية والخلفية. ماتيريالز العربية مختلفة عن ورا، إن دي ورا بلاستيك بس هنا جلد محترم هنا. هنا بصوا هنا بالنحاسي برضو زي لوجو كوبرا، معمولة بطريقة شيك أوي الصراحة. هنا جلد، وهنا في امبيانت لايت كده بينور بحاجات أزرق وألوان، شكله حلو أوي في الجزء اللي هنا ده، اللي هي الخياطات دي. والحتة دي بلاستيك. وهنا سماعات سينهايزر زي ما قلت لكم. هو برضو الحتة دي كده برضو سوفت حلوة أوي. وهنا ده امبيانت لايت زي ما انتم شايفين. ممكن تفتح الشنطة بطريقة حلوة أوي زي مرسيدس الإي 200 كانت بتفتح برضو الشنطة من الحتة دي، بتفتحها وتقفلها كهرباء من هنا. هنا برضو اللون البتنجاني شكله حلو سوفت، شكله حلو قوي الصراحه. وهنا بصوا زي ما انتم شايفين انوار ممكن تتحكم فيها من هنا، تعملها اوتو وفرونت والرير. هنا بصوا الدواسات بالالومنيوم، شكلها شيك قوي الصراحه. دلوقتي هوريكم كاميرات العربيه، ندورها بس. بص كده، حابة نظهرلكوا على الشاشه هنا، نقاء حلو قوي الصراحه، مفيهاش اي مشكله زي ما انتم شايفين هنا. بص هنا تعال نشوف كاميرات ال 360، شكلها حلو، فيها بارك اسيست كويس جدا. هنا بصوا الكاميرات في كل حته موجوده، حلو قوي الحركه دي. يا رب تكون النهارده اتبسطت في ريفيو سريع على كوبرا ترمار 2025. احب اشكر النهارده معرض الرواد اوتو في المعادي. تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. كان معاكم اياد اسلام، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.